السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. سبحان الله، في الجنة حياة بلا موت، نعيم بلا بؤس، صحة بلا سقم، شباب بلا هرم. هذه هي الجنة. أما في الدنيا فيها الحزن والفرح، فيها السعة والضيق، فيها السعادة والتعاسة، فيها الحزن والفرح، فيها الصحة والمرض. أما الجنة لا مرض فيها، ولا موت فيها، ولا شيخوخة فيها، ولا هرم فيها. الجنة سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والله خاسر كل الخسران من يضيع هذا النعيم. لماذا تضيع هذا النعيم؟ لا تضيع هذا النعيم، لا تضيع هذا المستقر، لا تضيع هذا الأمر العظيم، لا تضيع هذا الأمر العظيم وهو الجنة. الجنة أمر جليل عظيم، لا تضيعه، بل احرص على كل ما يقربك إلى الله جل وعلا. احرص على فعل الطاعات، احرص على ترك المنكرات، احرص على الوقوف عند حدود الله جل وعلا، لا تتعدى حدود الله. احرص على كل عمل يقربك من الله، ومن ثم يقربك من دخول الجنة. قال تعالى في شأن الذين سيسكنون الجنة إن شاء الله، قال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحان الله، جزاء من ربك عطاء حسابا. فلا تضيع هذا الجزاء بمعصيتك، لا تضيعه ببعدك عن ربك، لا تضيعه بترك الصلاة، لا تترك الصلاة، لا تضيعه بفعل المحرمات، لا تفعل المحرمات، بل افعل ما يقربك من ربك جل وعلا حتى تنال رضاه، وحتى تنال جنته، وحتى تنال عفوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.